دايما بنسمع إن التصميمات اللي بتتعمل على كانفا لا تقارن بفوتوشوب، وده لأن التولز اللي موجودة على فوتوشوب أقوى بكتير وبتطلع نتيجة أفضل. لكن الحقيقة اللي في ناس شغالة على كانفا وبتطلع شغل جامد وناس معتمدة عليه اعتماد كامل في شغلها أصلا. فعشان نحسم الجدل ده هنعمل تحدي في التصميم بين كانفا وفوتوشوب، وهنشوف أنهي فيهم الأفضل. فمن غير كلام كتير يلا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. فكرة التحدي ببساطة إننا هنجيب تصميم جاهز من بنترست وهيبقى هو الريفرنس بتاعنا، وهنحاول إننا نعمل نفس التصميم ده مرة على كانفا ومرة على الفوتوشوب، وفي الآخر هنقارن ما بينهم. طب يا جماعة، أول حاجة هنعملها إن احنا هنفتح موقع كانفا. هيفتح معانا بالشكل ده، وهنبدأ إن احنا نختار بوست الانستجرام اللي بيبقى 1080 في 1080 بكسل. فتح معانا بالشكل ده، وهنبدأ إن احنا أول حاجة هنعملها إن احنا هنخلي لون الخلفية نفس لون الريفرنس بالظبط. وعشان نعمل كده لازم نرفع صورة الريفرنس على الموقع، فهنجيب صورة الريفرنس بتاعنا ونبدأ إن احنا نرفعها هنا بالشكل ده. بعد ما خلصنا هنبدأ ناخد الصورة نحطها في أي حتة كده. بعد كده هندوس على الخلفية ونحاول إن احنا نغير لونها بالاي دروبر دي. نختار اللون الأخضر ده وبس كده. كده احنا مش عايزين الريفرنس دلوقتي. هنبدأ بعد كده نجيب صورة البيتزا. طبعا أنا جبت كل الصور PNG عشان كانفا مش هنعرف نقص الصور، مش هنعرف نقصها كويس يعني. بس الصورة معانا بالشكل ده. هنحاول بقى إن احنا نكبرها ونبدأ إن احنا نميلها سنة زي في الريفرنس الأصلي، وهتبقى بالشكل ده. ودلوقتي هنبدأ نروح نجيب أوراق الشجر اللي هي موجودة على الجوانب كده، برضو هنجيبها من هنا ونبدأ إن احنا نرفعها على الموقع. ودلوقتي واجهتني أول مشكلة إن الصورة دي مش مقصوصة أو مش PNG، فأنا محتاج إن أنا أقصها. فاحنا عندنا حل دلوقتي وموقع اتكلمنا عليه قبل كده، هو موقع Remove PNG. هنبدأ إن احنا نعمل أبلود للصورة من هنا، والموقع هيبدأ إنه يشيل الخلفية من الصورة بالشكل ده كده. وهنبدأ إن احنا نعمل لها داونلود. هنبدأ إن احنا نرص أوراق الشجر كده زي ما هو موجود في الريفرنس الأصلي، وهنبدأ إن احنا ناخد بيها كوبي عن طريق هنعمل كليك بالماوس و Alt، ونبدأ إن احنا نحركها بالشكل ده. نبدأ إن احنا نخليها بشكل عشوائي شوية ونغير في الأبعاد بتاعتها. يعني مثلا ورقة الشجر دي تبقى موجودة بزاوية مختلفة. ودلوقتي عايزين نعمل زي موشن بلور كده على أوراق الشجر دي عشان دينا تأثير الحركة. فهنروح من edit وهنلاقي الإفكت بتاع البلور، ونبدأ إن احنا نعمله على الهول ايمج ونزود الانتنسيتي بتاعته شوية، يعني لحد 30 مثلا مناسب. ونرجع هنلاقي الإفكت اتعمل. هنكرره على باقي أوراق الشجر بالمنظر ده كده. وبس احنا كده خلصنا الإفكت بتاع الموشن. طبعا مش أحسن حاجة في الفوتوشوب، هيكون أفضل بس يعني مش بطال. ودلوقتي جه الوقت ان احنا نحط التكست. بس قبل ما نعمل التكست، في زي دايرة كده مكتوب عليها السعر باللون الأحمر، هنبدأ ان احنا نعملها برضو. ودي عن طريق ان احنا هنروح على elements، نكتب مثلا circle. هو طلع معانا السيركل دي فكويس، احنا بس محتاجين ان احنا نغير لونها. اعتقد اللون الأحمر ده كويس. هنبدأ ان احنا نحطها كده هنا ونصغرها، ونبدأ إن احنا عن طريق من التكست نحط add subtitle ونكتب مثلا السعر بالمنظر ده كده
خلينا نكتب كلمة برايس فوق الأول. ودلوقتي فاضل إن احنا نكتب كلمة بيتزا دي بالستايل المكتوب هنا. فهنبدأ نجيب أداة التايبنج ونكتب بيتزا. أنا شايف إن الفونت أصلا الديفيوليت ده مناسب، فهنبدأ إن احنا ناخده ونكبره على الآخر خالص بالمنظر ده كده، ونغير في اللون بتاعه. ومن البوزيشن لايرز هنبدأ ان احنا نحطه في الاخر تحت البيتزا. تمام، ممكن ان احنا ناخد منه كوبي تانية ونخليها مثلا هنا بحيث انها تبقى قريبة، وممكن مثلا ناخد منه كوبي كمان ونخليها بقى ايه اول لاير خالص فوق. وطبعا هنخلي لونها باللون الابيض. ودلوقتي في عندنا مساحة فاضية فوق، فممكن مثلا إن احنا نكتب كلمة order now، بس نختار مثلا فونت مختلف. ممكن الفونت ده. وده كده الشكل النهائي. بعد ما خلصنا هنعمل لها من فايل داونلود. من هنا تبدأ تختار الأول الإعدادات اللي انت عايز تحملها بيها، وبعد ما تخلص بتدوس على داونلود. طيب، ودلوقتي هنبدأ إن احنا نعمل نفس التصميم بس على فوتوشوب. هنفتح نيو فايل ونخليه برضو 1080 في 1080 بكسل والريزولوشن 200 بكسل، ونتك كرييت. هيفتح معانا بالشكل ده. وأول حاجة هنعملها زي ما عملنا في كانفا إن احنا هنجيب الريفرنس الأصلي بالشكل ده، وكل اللي يهمنا إن احنا ناخد منه لون الخلفية. فممكن إن احنا نعمل مثلا solid color وناخد لون الخلفية بالاي دروبر وبس. ممكن نخفي اللاير بتاعة الريفرنس دلوقتي. تاني حاجة هنعملها هي ورق الشجر. هناخد ورقة الشجر المقصوصة، وهنبدأ قبل ما نعمل أي حاجة إن احنا نعمل لها convert to smart object من control T. هنبدأ إن احنا نلعب في الأبعاد بتاعتها ونحطها كده فوق. ممكن مثلا إن احنا ناخد منها كوبي كمان من Alt وكليك، ونبدأ برضو إن احنا نغير في الأبعاد بتاعتها، نغير في الزاوية بتاعتها، وهتبقى معانا بالشكل ده. ممكن ناخد كوبي كمان ونبدأ إن احنا نصغرها خالص ونخليها هنا كده. وآخر حاجة خالص اللي هي الكوبي اللي هتبقى موجودة هنا تبقى موجودة بالشكل ده. زي ما عملنا برضو هنبدأ إن احنا نضيف لكل واحدة من فلتر. هنعمل لها موشن بلور. هنا احنا عندنا الحرية ان احنا نعمل موشن بلور، التانية كانت بتعمل تقريبا جازيم بلور او حاجة شبه كده. هنبدأ بس نقلل النسبة بتاعته شوية، يعني انا شايف ان كده ايه الى حد ما مناسب. هنبدأ ان احنا نعمل هنا نفس الفلتر بالظبط، بس هنغير النسب شوية. يعني ممكن هنا خلي النسبة قليلة حبة وندوس اوكي. هنروح على اللاير دي برضو ونعمل نفس الكلام موشن بلور، ونبدأ إن احنا ممكن نقلل البلور شوية. وآخر حاجة هي ورقة الشجر الصغيرة دي. وبس هيبقوا التلاتة موجودين بالشكل ده. ممكن مثلا إن احنا نجمع الأربعة في جروب، ونبدأ من قائمة الادجستمنت نروح للكيرفز، ونبدأ إن احنا مثلا ايه نغمقهم شوية. ممكن نغمقهم كده. طبعا برضو الأوبشن ده لو تلاحظ ما كانش موجود في كانفا، بس بالمنظر ده أنا شايف إنه كويس. هنبدأ دلوقتي إن احنا نجيب صورة البيتزا، ونبدأ إن احنا نميلها بالشكل ده كده. وقبل ما نكمل أي حاجة هنعمل لها convert to smart object تبقى بالمنظر ده. ممكن إن احنا نصغرها سنة بالشكل ده، ونميلها برضو سنة كمان، هتبقى معانا بالمنظر ده كده. والخطوة دي برضو او الاوبشن ده ما كانش متاح عندنا في كانفا، وهي ان احنا هنعمل دلوقتي ريتاتش بسيط لصورة البيتزا دي بحيث ان هي تبان شكلها يعني ايه مشهي اكتر. هنيجي من على اللاير بتاعة البيتزا ونعمل لها select pixels بالمنظر ده كده. بعد كده من قائمة edit هنختار الأول نعمل new layer. بعد كده من قائمة edit نروح نختار fill ونخليها 50% جراي.
والمود بتاعها overlay وندوس اوكي، ونروح على اللاير دي برضو ونخلي البلند مود بتاعها overlay، وهنيجي هنا بأداة الدوج ونبدأ إن احنا نفتح الحتت الفاتحة بس بشكل أكتر شوية بالمنظر ده كده. في بقى حتت عايزين نغمقها، فهنيجي من أداة البيرن ونبدأ إن احنا نكبر البرش شوية، ونبدأ إن احنا الحتت الغامقة اوريدي نبدأ إن احنا نغمقها أكتر بالشكل ده كده. بعد ما خلصنا طبعا هو مش باين إن في فرق حصل، بس ممكن لو خفينا اللاير اللي فيها الدوج والبيرن نبدأ إن احنا نلاحظ الفرق شوية. ممكن كمان نعمل كاميرا رو فلتر. طيب ودلوقتي جينا لمرحلة التكست. أنا شايف إن ده أقرب فونت للريفرنس، تقريبا هو نفس الفونت يعني، فهنبدأ إن احنا نحطه تحت بالشكل ده، نبدأ ناخد منه كوبي وكوبي كمان، وهنبدأ دلوقتي نغير فيه الألوان بحيث إنها تمشي مع نفس الألوان بتاعة الريفرنس. ودلوقتي فاضل إن احنا نعمل الشكل بتاع الدايرة ده اللي كان مكتوب فيه السعر، نعمله بالمنظر ده كده. هنخلي الفيل بتاعها باللون الأحمر، هنحاول نخليها فوق أول لاير. هنكتب برضو كلمة order now، وده كده الشكل النهائي. دلوقتي هنبدأ نقارن بين التصميمين ونبدأ نشوف المشاكل اللي موجودة في كل واحد منهم وأنهي واحد أقرب للريفرنس. هنبدأ بتصميم كانفا. أول حاجة وباينة جدا هي اختيار الفونت وحش جدا، وده لأن في محدودية في الفونتات اللي موجودة على الموقع. مش عارف بصراحة كان ممكن نستخدم فونتات من اللي موجودة عندي على الجهاز ولا لأ. المشكلة اللي بعد كده هو إن مفيش شغل على صورة البيتزا نفسها وشكلها مش بيجذب العين كفاية، وده طبعا عشان صعب جدا نعمل ريتاتش على كانفا. تالت حاجة وهي صور ورق الشجر، باين جدا انها معمول لها بلور على السريع وخلاص، وده لان مفيش غير اوبشن واحد للبلور وهو الجازيوم بلور، وده طبعا عكس الفوتوشوب اللي بيديك خيارات كتيرة جدا. دلوقتي هنروح لتصميم الفوتوشوب اللي من الواضح انه احسن نسبيا من كانفا، وده باين جدا في اختيار الفونت انه قريب من الريفرنس، والريتاتش كمان اللي معمول على البيتزا محسن من شكلها كتير. وبرضه نقطة البلور اللي في ورق الشجر اللي اتكلمنا عنها باين هنا ان في شغل اكتر، وتحس ان ورق الشجر اكنه طاير فعلا مش مهزوز وخلاص. وده مش معناه ان تصميم الفوتوشوب مفهوش مشاكل، واكتر مشكله واضحه هو ان التصميم كان محتاج يتعمل له كاميرا رو فلتر بحيث يتغمق شويه عشان باين جدا ان الوانه فاتحه عن صوره الريفرنس، وكمان اختيار الدروب شادو الغامق ده حاسه انه مش احسن حاجه. في النهاية كانفا تطبيق سهل تقدر تستخدمه لو انت معندكش خبرة قوي في مجال التصميم، وده لان التعامل عليه سهل وعملي جدا. لو انت عايز تعمل لوجو مثلا او تصميم على السريع ليك انت، تقدر انك تستخدم كانفا وهتستفيد بنتيجة مرضية جدا. بس لو انت عايز تتعلم الجرافيك فللأسف كانفا مش هيكون افضل اختيار ليك، وده لان زي ما قلنا هو برنامج محدود شوية ومفهوش الاوبشنات الموجودة على فوتوشوب اللي بتسهل عليك كتير بالمناسبة. بس لو عايز تتعلم الجرافيك ومعندكش فوتوشوب فتقدر انك تستخدم موقع مثلا فوتوبيا، وهنتكلم عنه في فيديوهات جاية ان شاء الله. وبس كده، ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.